جربوا الكشري بالطريقة دي وادعوا لي، وجربوا الصلصة بالطريقة اللي قلت لكم عليها دي، هتعجبكم قوي. البصل مهم قوي نفككه بايدينا كده، انا ما بحطش عليه نشا ولا دقيق ولا حاجه وبيطلع مقرمش ان شاء الله. اهم حاجه بس يكون متقطع رفيع ونفككه كده كويس بايدينا. والتركه المهمه برضو ان الزيت يكون غزير، اول حاجه عشان البصل يقرمش وياخد مساحه حلوه كده في الزيت يعرف يتقلي براحته. تاني حاجه عشان زيت التقليه ده هو اللي هنعمل منه الاكله كلها. بسم الله. الميه كده غليت على النار، نضيف بقى الحمص ونتأكد ان المية مغطياه، ونضيف بقى الصلصة والطماطم وفصين الثوم، واحط عليه رشة ملح ورشة كمون ورشة بابريكا، ياخد غلوة، واول ما يغلي نغطي عليه ونوطي عليه النار خالص. التقلية ابتدت تاخد لون معانا اهي، وعلى طول نفضل نقلب كده ما نسيبهاش خالص. قبل كده ممكن نسيبها شوية، لكن دلوقتي بقى نفضل نقلب فيها. نطلع بقى التقلية معانا، شايفين لونها ذهبي وحلو ازاي، وما نغمقهاش خالص عن كده عشان ما تمررش قوي. برضو بعد ما طلعنا التقلية وتصفت نفردها في حاجة واسعة كده، عشان هي لما بتتحط فوق بعضها برضو ده برضو سبب من اسباب اللي بيخلي التقليه بتطرى. يعني بصوا انا لسه هحط طاسه تاني تكمل بقيه البصل لسه ما اتقلاش، ما احطش ده فوق بعضه وما احطش ده فوق ده، لا ده خلاص فردته، والتاني اللي هيطلع اطلعه يتصفى على منديل لوحده، ما طلعوش على اللي طلع ده. انا قلبتها لكم هنا بس عشان اسمعكم صوت القرمشه، شايفين؟ من غير دقيق من غير نشا. نحط عليها رشه ملح كده بعد ما تستوي ونقلبها كويس، بس بعد ما تكون بردت طبعا. خلاص كده الميه غليت معانا، نضيف عليها العدس واضيف التوابل، ملح وفلفل وكمون وفصين ثوم مفرومين. انا حاطه حتى التوابل هنا بزياده لان انا لسه هحط الرز والشعريه عليه، ومكعب مرقه. ونحط عليه معلقتين كبار زيت من زيت التقليه، ياخد غلوه، وبعدين اقفل عليه الغطا واوطي عليه النار خالص. انا مش عايزاه يستوي سوا كامل ولا 3/4 سوا، انا عايزاه يستوي نص سوا بس، لان هيكمل سوا لسه مع الرز والشعريه. نضيف برده شويه من الزيت بتاع تحمير البصل، ونضيف عليه الشعريه. خلاص كده العدس خد كده معانا حوالي 6 دقايق 7 دقايق كده على النار، يعني بعد ما غلي حطينا عليه وقعد حوالي 7 دقايق. نضيف عليه بقى الشعريه، نضيف الشعريه بالزيت اللي فيها، لان الزيت اللي فيها ده يعني هي دي الماده الدهنيه اللي الكشري كله هيستوي فيها. ونضيف الرز، نغطي عليه بقى، واول ما يتشرب نوطي عليه خالص شمعه. الميه غليت معانا اهي، وحطينا عليها معلقه كبيره من زيت تحمير البصل. نضيف المكرونه المقصوصه والسباكيتي نكسرها كسره كده من النص، نضيف عليها رشه ملح. خلاص كده المكرونه اتسلقت معانا، بعد ما اتسلقت شطفتها بشويه ميه لحد ما بردت خالص، زيت من زيت تحمير التقليه. انا جبت حله سخنتها كويس وحطيت فيها شويه من زيت التقليه، وانزل دلوقتي بالثوم، واول الثوم ما يصفر كده انزل عليه بالكزبره الناشفه. خطوه الطشه بتاعت الصلصه اللي هي اللي بالثوم والكزبره دي زي بتاعت بره بالظبط، وزي بتاعت محلات ابو طارق، لحد من هناك يعني اللي قايل لي على الموضوع ده. ننزل عليها بقى بالخل على طول، وبعدين الصلصه وعصير الطماطم، ونضيف بقى التوابل بتاعتنا عادي، رشه كمون، رشه فلفل اسود، ملح، ومعلقه السكر. خلاص كده الصلصه خلصت واتسبكت معانا، شايفين لونها جميل ازاي. نقطع بقى العيش كده، ننضف الزيت برده من اي شوائب او اي حاجه اتحرقت فيه او كده، لان الزيت ده هو اللي هيتعمل بيه الكشري كله. نضيف بقى العيش اللي قطعناه كده. جبنا طاسه على النار، حطيت فيها معلقتين كبار زيت، وانزل عليها بالشطه، دي شطه زيت زي بتاعه محلات الكشري هي كده، مش قادره اقول لكم يعني. ننزل عليها بقى بكوبايه من صلصه الكشري اللي احنا عاملينها. جينا بقى لدقه الكشري، كشري من غير دقه ما ينفعش، احلى منها في الدنيا مفيش، واسهل منها في الدنيا مفيش. ميه وعصير الليمون والخل والتوابل بتاعت الدقه، ملح، كمون، كزبره ناشفه، رشه شطه. شايفين الدقه شكلها حلو ازاي وطعمها عالمي، كشري ما يتاكلش ولا يحلى من غير دقه ولا شطه. زوقها كده بشريحه ليمون. الميه بتاعت الحمص برضو اللي فيها البهريز كلها عشان نضحي بيها خالص. خلاص كده الكشري خلص معانا، شايفين مفلفل ازاي.
خلاص كده الكشري خلص معانا، أكلة كل الناس اللي ما بيختلفش عليه اتنين، ولو مش مشتركين اشتركوا وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد بقدمه.